بيبدأ فيلمنا بناس على سفينة عمالين يرموا رماح في المية عشان يسيبوا حرية البحر. فالأمير إيريك بيشوفهم وبينزل يزعق معاهم، فبيقولوا إن النهاردة ليلة القمر المرجاني، وإن دي الليلة اللي فيها ملك البحر بينادي بناته الحريات عشان يغروا الرجالة ويموتوهم. غريزة المساعد بتاع إيريك بيزعق معاه عشان كان هيقع في المية، بس المنظار بتاعه هو اللي بيقع وبيبقى فيه دنيا تانية في البحر. وفعلا الملك بينادي على بناته بس عشان يطمن على أخبارهم عادي، وبيبقى في واحدة ناقصة، فبيقول لسباستيان المساعد بتاعه دور على إيرين، وهي بتبقى ماشية تغني وبتلاقي المنظر وبتنبهر بيه، وبتلاقي سفينة غرقانة فبتروح تشوفها وبتدخل جواها تتفرج على اللي فيها، وبتلاقي شوكة فبتخليها معاها، وبيشوفوا مراية وفلوندر بيخاف، بس فجأة بيجي قرش يهاجمهم ومش عارفين يهربوا منه، فبتخليه يشوف انعكاسها في المراية وبيتحشر هو جواها وهما بيهربوا. وبتيجي سكوتال تصطاد وإيرين بتسألها عن الشوكة بما إنها بتشوف البشر وكده يعني، فبتقول لها دي فرشة للشعر وبتصرح بيها ريشها، فبيتنتف. وبنعرف إن باباها منعها تطلع على سطح البحر، وبيجي سباستيان يفزعها وبيقول لها انت نسيتي ان النهارده ليله القمر المرجاني، وبتطلع ناسيه فعلا وبتروح بسرعه على باباها. عمتها الحربايه بتشوفها وبتقعد تبرطم ان اخوها ما عزمهاش مع انه خد العرش منها، بس هي هترجعه تاني. بعد ما عرفت ان ايرين مهتمه بالبشر، ايرين بتعتذر لباباها، وفلوندر بيقوله هي بس اتأخرت عشان كان في قرش بيهاجمنا، فبيقول لها انتي رحتي تاني لحطام سفينة، هو انا مش قايلك ان المية هناك خطيرة؟ وبيقعد يزعق معاه عشان تلتزم بقواعده طالما هي عايشة في المحيط بتاعه، وبيقول لسباستيان خليك وراها وخلي بالك منها. وبتروح ايرين للمكان اللي حاطة فيه الحاجات اللي بتلاقيها في حطام السفن، وبتتكلم مع فلوندر انها مش شبه ابوها، وبتقعد تغني انها عايزة رجلين وعايزة تعيش مع الناس وترقص وتبقى تحت أشعة الشمس، وعايزة تمشي في الشارع وعايزة تكتشف الحياة برا المية. وفجأة بتلاقي نور أحمر جاي من فوق، فبتطلع تشوف فيه ايه، فبتلاقي ألعاب نارية في السماء وشكلها حلو قوي، وبيبقى الناس على السفينة بيحتفلوا وبيرقصوا وهي بتبقى مراقباهم، وبيبقى إيريك بيحتفل معاهم، بس غريسته بيقوله انت الملك المستقبلي ما تقربش منهم قوي كده، وبيطلع اصلا انه متبنى، فبيقوله انت عليك مسؤوليات في القصر. وبيبقى ايريك مش عاجبه الكلام لانه مش هيحبس نفسه في القصر زي ابوه. وفجأة عاصفة بتيجي فكل واحد بياخد مكانه، بس السفينة بتخبط في صخور وزيت المصابيح بيدلق والنار بتمسك في السفينة كلها، فالطاقم كله بينط في المية لقوارب النجاة. إيريك بيجي ينط بيلاقي ماكس بيهوهو فبيروح ينقذه بسرعة، وبيجي ينزل المية بس السفينة بتتقلب بيه، وإيريك بتشوفه فبتنزل تدور عليه بسرعة وبتنقذه وبتطلعه على الشط. سباستيان وسكوتل بيشوفوها، فسباستيان بيقول لها محدش هيقول للملك على اللي حصل ده ها، وبتقعد إيريك تغني، وقبل ما بيشوفها بتسمع صوت جنوده فبتنزل بسرعة على المية. سباستيان بيدور عليها عشان يقنعها انها حاجة عبرة، بس بيلاقيها مع تمثال على شكل انسان اللي وقع من السفينة، فبيقول لها بطلي هوس بالبشر، ابوكي عايزك تبعدي عنهم، وهي ولا كأنها هنا. فبيشرح لها بالغنى وبيقول لها احنا عندنا الاعشاب هنا على طول خضرة، بصي حواليكي كده في حاجات كتير قوي حلوة، وكمان دول بيشتغلوا طول اليوم، احنا ما بنعملش حاجة غير اننا بنعوم. وبعدين السمك بره بيحطوه في حوض ازاز، ولما صاحبه يجوع هيبقى على الغدا بنروح للملكة، واللي مش عاجبها ان ايرين بيدور على البنت اللي انقذته وشايفة انه واخدها حجة عشان يخرج من القصر، وبتقوله انها مش هتسمح يحصل له حاجة تانية بسبب البنت دي اللي هي اصلا مش موجودة. بيخرج ايريك طبعا مش طايق نفسه وبيقعد يقول انه عايز يشوف البنت اللي انقذته وغنت له دي، وانه مش طايق الحياة اللي هو عايشها، وبيركب السفينة وبينزل البحر يمكن يلاقيها. اخت ايرين بتقول لها انهم لو يطولوا كانوا قتلونا، فبتقول لها مش كلهم كده، فبتقول لها وانتي ايش عرفك وانتي ما شفتيش انسان قبل كده، فبتقول لها ما احنا مش كلنا زي بعض يعني. فبيجي ابوها بيقول انهم اخطر الكائنات وانهم مش محترمين توازن المحيطات، فما بيعجبهاش الكلام فبتسيبهم وتمشي. الملك بينادي على سباستيان، فسباستيان بيروح له وهو مرعوب وبيسأله عن ايرين ولو مخبي عنه حاجة، اذا كانت ايرين مثلا بتحب حد ولا حاجة، فبيقول انا حاولت امنعها انها تطلع على السطح وتبعد عن البشر، فبيقول له بشر؟ فبيروح لها بقى فبتقوله ان بس كان في واحد بيغرق وهي انقذته، فبيقول لها دول قتلوا امك، فبتقوله بس اللي قتلها شخص واحد وايريك ملوش علاقة، فبيقول لها وعديني ما تشوفيهوش تاني، فبترفض، فبيدمر لها المكان بتاعها، فبتزعل عليه جدا وبتقعد تعيط. الحرباية عمتها بتستغل الموقف وبتقول لها يا مسكينة فاكر انه فاهم كل حاجة، فبتقول لها انت مين، فبتقول لها انا عمتك، فبتقول لها ساحرة البحر
اللي بتعمل مشاكل بين البشر والحريات. فبتقول لها انا مش زي ما ابوكي وصفلك، انا جايه اساعدك. فبتقول لها ازاي؟ فبتروح لها، وسباستيان وفلوندر بيروحوا وراها، وهي داخله بيبقى في هيكل عظمي لحريه بحر وفي مخلوقات غريبه بتشدها. فعمتها بتقول لها معلش يا صغيرتي بقى، اعذري عدوانيه الحديقه بتاعتي. فبتقول لها انتي مش شبه وصف بابا ليكي. فبتقول لها دايما بينا مشاكل وبياخد كل حاجه مني، المهم انا عارفه انتي هنا ليه. فبتستغرب. فبتقول لها انتي عايزه تعيشي مع البشر اللي دايما بيثيروا فضولك، وكمان مؤخرا بقى في واحد واخد قلبك، وانتي مش هتقدري تعملي كده غير لو بقيتي بشريه. فبتسالها هي تقدر تعمل كده؟ قالت لها طبعا دي شغلانتي، ده انا ساعدت ناس كتير قوي قبلك. بصي انا هديكي الجرعه تخليكي بشرية ل3 أيام، وفي اليوم التالت قبل غروب الشمس لازم أميرك يديكي قبلة الحب الحقيقي عشان تبقي بشرية على طول، ولو فشلتي هترجعي تاني، بس عشان تاخدي الجرعة دي فانتي هتتخلي عن صوتك، وما تخافيش هشيلهولك معايا. فبتتردد في الأول بس بتوافق، وبتعمل لها الوصفة، وبتاخد صوتها وبتتحول لبشرية وبتطلع على السطح. الساحرة بتقول إنها كده كده هتفشل عشان مش هتفتكر أصلا حوار القبلة ده. المهم إيرل بتطلع في شبكة صياد وبتتأكد إن ليها رجلين، وبتفرح قوي. وبتيجي سكوتل تقول لها في حاجة غريبة فيكي، استنى أنا هعرف لوحدي. إيه غيرت تسريحة شعرك؟ فسباستيان بيقول لها الرجلين اللي انتي واقفة عليها أصلا. الصياد بيغطيها وبياخدها معاه القصر، وهي بتبقى مبهورة بوقفتها وبالنار. وفي بنتين مساعدين في القصر بياخدوها يحموها وبيلبسوها، وبتبقى مش عارفة تمشي، وبيقولوا إن إيريك لسه بيدور على البنت اللي أنقذته. فالتانية بتروح تناديه بسرعة عشان يشوف إيريك، بس مش بيتعرف عليها، وهي بتتصدم منه وبيسيبوها في الأوضة. وبتروح تقعد عند الشباك، وسباستيان بيقول لها ايه رأيك نحاول نقنع الساحرة ترجع لك صوتك وترجعي حرية تاني؟ فبتديله ظهرها. فبيقول لها خلاص نحاول نفكر في طريقة تساعدك انتي والأمير. بتيجي سكوتل تاكل أكلها، وبتسأل سباستيان هاي قربوا من بعض. إيرل بتتمشى في القصر وبتستكشف الأماكن، وبتشوف حرية بحر صغيرة وبتاخدها، بس إيريك بيدخل فبتستخبى منه، بس هو بيشوفها فبترجع الحرية مكانها. وبيقول لها إنه عمره ما صدق كلام البحارة عن الحريات اللي بيغووا الرجالة، وبيقول لها إنه بيحب يجمع حاجات من رحلاته، وبيوريها حجر فبتكسره وبيبقى جواه تحفة. وبيقعدوا يتكلموا وبيوريها الأماكن على الخريطة، وإنه عايز يستكشف أماكن محدش شافها قبل كده. وبيقول لها لو تحبي نروح عند الشلالات أوديكي. فبتوافق، بس غريزبي بيقول له إن العربيات طالعين يدوروا على البنت، وبعدين انت لسه تعبان. فبيقول له انا احسن من اي وقت فات. فبيقول له هوفر لك عربيه. تاني يوم بيخرجوا، وماكس بيسلم عليها، وطبعا سباستيان في قفاهم، وهي بتبقى عايزه تجرب في سوق الحصان، فبتبقى هتعمل كذا حادثه وهو ماشيين. وبيروحوا السوق، وواحده بتديها اكل وشوكه فبتعمل بيها شعرها، فالناس بيستغربوها جدا، وبيتسوقوا مع بعض وبيرقصوا هناك وبيستمتعوا بوقتهم. وهما مروحين سكوتل بتسرق الطاقية اللي هي اديتها له وبتهرب، وهو بيجري وراها فبترميها له في مركب. وإيرين بتبقى عايزة تجربه فبياخدها لفة، وهما بيحاولوا يعملوا لهم جو شاعري وبيغنوا لهم، وإيريك بيوريها النجوم في السماء وبيحاول يخمن اسمها. فبتشاور له على نجمة معينة اسمها إيريس، وهو بينطقها فهي بتخطفها كده منه، وفي الاخر بيعرف اسمها. طبعا سباستيان مستني يلا بقى، ويركات كتير بتنور، وسمك بينور وبيلف حوالين المركب، وبيبقى خلاص. بس سمك الحرباية بيقلب المركب، وبتقعد تقول ازاي يعني جذبته من غير صوتها، انا لازم اتدخل بسرعة. اخواتها وابوها بيدوروا عليها مش لاقيينها. بيروحوا بقى على القصر، بس ريزبي بيبقى مع الملكة عشان عايزة تشوف إيريك، بس هو بياخد باله منهم وبيداري عليهم، وبيبقوا مبسوطين. وإيريك بتطلع، وغريزبي بيقوله العربيات ما لقيوش البنت، ندور تاني. فبيسكت. فبيقوله عايز نصيحتي دور على اللي في ايدك. وبيقعد بالليل على الشط لوحده، بس الحرباية بتغني بصوت إيريك فبيدور عليها، والحرباية بتبقى قاعدة مستنياه. تاني يوم سكوتل بتقول لهم عندي شوية نميمة ليكوا، انما ايه عنب. بيقولوا في القصر ان الامير هيتجوز، وطبعا هيتجوز من غيرك يعني. بتلبس بسرعة وبتبقى فرحانة، وبتنزل تلاقيها يخطب الحرباية، بس تحس انه مش في وعيه، وبتبقى الحرباية مسيطرة عليه.
وإيرل بتهرب وسكوتر وسباستيان بيدوروا عليها، فسكوتر بتسمع صوتها وبتلاقيها عمتها الحرباية. إيرل بتبقى متضايقة وبترمي حرية البحر بتاعته في المية، فبتيجي سكوتر تقول لها إن عمتها خدعت الأمير، فبتجري بسرعة عليه. وإيرل بيدور عليها في القصر بس بيعرف إنها مشيت، والملكة بتديله الخاتم اللي هيلبسه لها، بس سكوتر بتوقع الخاتم منه وبتقعد تغلس عليها هي وماكس. وبتيجي إيرل تشد منها السلسلة وبتكسرها وبترجع صوتها، ولسه إيريك هيقرب منها كانت الشمس غابت وراحت رجعت حرية بحر تاني، والحرباية بترجع لهيئتها وبتاخدها وبتنط في البحر وبتقول لها هو انت فاكرة انك طالما فشلتي هترجعي حياتك كده عادي؟ وبيجي ملك البحر يقول لها سيبيها، فبتقول له كان نفسي بس احنا عملنا عقد بالدم. فبيقول لها انت عايزة منها ايه؟ فبتقول له انا عايزة منك انت، ايه رأيك لو بدلنا بنتك بعصاية الملك؟ فبيديها لها والسمك بتاعها بيخلص عليه. بيجي إيريك وبيروح ضاربها برمح، فبتيجي تقتله وبتقتل السمك بتاعها، وهما بيطلعوا على المية بس هي بتتعصب وبتكبر جدا وبتفضل تدور عليهم عشان تقتلهم، وبتعمل إعصار في البحر بيلم كل حاجة فيه. فإيرين بتعكس اتجاه السفينة اللي طلعت وبتروح داخلة في الحرباية عمتها، فبتنهار وعصاية الملك بتضرب في البحر. وابوها بيرجع تاني وبترجع له عصايته، فبيقول لها انتي قتلتي عشاني، فبتقول له مش لوحدي، إيريك كان معايا. فبيقول لها المهم انك معانا. إيريك بيطلع على الشط وبيقعد يدور عليها، فالملكة بتقول له حتى لو لقيتها انتوا الاتنين من عوالم مختلفة. الملك بيقول لسباستيان انا بعمل كل حاجة عشان بناتي يبقوا مبسوطين، فبيقول له مش قوي يعني. وبيشوفوا إيريل على صخرة حزينة، فبيقول له ان الاولاد لازم يعيشوا حياتهم الخاصة مش زي ما اهلهم عايزين، فبيروح محولها لإنسانة. إيريك بيبقى قاعد حزين بيلعب مع ماكس، وفجأة بيبص عليه لقاه بيلعب مع إيريل، فبيفرح جدا وبيحضنها وبيعمل لهم حفلة وبيتجوزوا، ومامته بتودعهم عشان رايحين رحلة في البحر، وسكوتل وسباستيان بيودعوها. فبتقول لهم أشوفكم القمر المرجاني الجاي. بتركب المركب وبتلاقي أبوها جاي يودعها ومعاه اخواتها وحريات البحر كله تقريبا، فبتعيط وبتحضره وبيخلص الفيلم. ولو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.